عزيزي المشاهد، أحييك مرة ثانية. الآن نعود ونقول: لماذا برنامج مع اللغة العربية؟ قبل الإجابة، أتساءل: هل نحتاج إلى مبرر وتقديم مصوغات موضوعية لبدء هكذا برنامج؟ في الحقيقة وفي الوضع الطبيعي لا نحتاج إلى تبرير لماذا هذا البرنامج، فاللغة العربية شأنها شأن بقية اللغات في العالم. الناس بحاجة إلى التعرف على فنونها، آدابها، تاريخها، مدارسها، تطورها، تراجعها، تراكيبها، قواعدها، خصوصيتها، علاقاتها مع اللغات الأخرى، جمالياتها، مصادرها، مؤلفاتها، موقعها في اللغات العالمية، علاقتها بالمعتقد، إلى غيره من الأمور المتعلقة بأي لغة. ولكن بالعودة إلى السؤال: هل نحتاج أو هل نحن بحاجة إلى مصوغ ومبرر لبدء هكذا برنامج في شبكة سلام الإعلامية؟ كما قلت، عادة لسنا بحاجة إلى مبرر على الإطلاق، ولكن في الوضع الحالي الذي تعيشه إريتريا لفترة تمتد لأكثر من نصف قرن وحتى تاريخه قرابة 70 عام، نعم، نحن بحاجة ماسة إلى توضيح بعض الأسباب التي دفعتنا لوضع خارطة برامجية في هذه القناة المحترمة، شبكة سلام الإعلامية. سنأتي إلى الأسباب الموضوعية لهذا البرنامج عزيزي المشاهد، ولكن قبل ذلك دعونا برضو نثبت ما نراه حقائق بخصوص اللغة العربية في إريتريا. منها أن هذا البرنامج في الواقع يأتي انسجاما وتقاطعا مع ما ينبغي عليه أن يكون بشأن اللغات في إريتريا، أي نحن لا نستحدث بدعة لغوية في إريتريا، ولكننا نحاول نفض بعض الغبار عن هذه اللغة التي حاول المتنفذون سياسيا طوال أكثر من نصف قرن فصل هذه اللغة عن الإنسان الإريتري واقعيا، من خلال إعلان خصومة أبدية وعدائية مستميتة ضدها، أي ضد اللغة العربية. وحقيقة أخرى أن البرنامج يهدف إلى تأكيد أن اللغة العربية أصيلة وضاربة في أعماق جذور هذا المجتمع تاريخيا، وهي قائمة وحاضرة وستظل فاعلة ومؤثرة مستقبلا. أيضا من بين الحقائق هناك مهددات سياسية وادعاءات شوفينية تحاول زاعمة أن اللغة العربية في المجتمع الإريتري دخيلة، وقد فرضتها قوى خارجية وحالات اللجوء التي فرضت على أعداد هائلة من الشعب الإريتري وإقامته هناك لسنوات طويلة في دول عربية وانصهارها مع الشعوب العربية. هنالك من يدعي أن اللغة العربية جاءت من أولئك اللاجئين المتواجدين في دول عربية. وحالة الهجرة بحد ذاتها إلى الدول العربية تحديداً، ألا يؤكد ذلك كون أولئك يلجؤون إلى الدول العربية؟ ألا يؤكد وجود روابط جغرافية وتاريخية بين الشعب الإريتري والشعوب العربية التي هاجرت إليها تلك الأعداد؟ هذه بعض الحقائق التي كان لا بد عزيزي المشاهد من الإشارة إليها ولو بشكل عابر، ولأن هذه اللغة العربية المفترى عليها في إريتريا هي من أكثر، أي مفترى عليها من أكثر من طرف. يأتي في مقدمة أولئك الأعداء كل الأنظمة الاستعمارية والقوى الخارجية التي استهدفت اللغة العربية، ليس في منطقتنا فحسب أي إريتريا، بل كان ضمن المخطط الاستراتيجي الخارجي الذي استهدف اللغة العربية في عموم المنطقة، ومنها منطقة الحبشة التي يؤكد تسميتها علاقتها المباشرة باللغة العربية، وسنأتي إلى ذلك. ويأتي الأعداء الأوائل البرتغاليون، مرورا بالاستعمار الإيطالي، ثم فترة الإدارة البريطانية، ثم فترة الاستعمار الإثيوبي بفترتين، وأنا أتحدث عن إريتريا هنا، وأخيرا هذا العدو الهجدف الذي سل سيفه في وجه اللغة العربية
بطريقة ربما فاقت تصرفات وعدائيات جميع الأنظمة والقوى الاستعمارية الاستكبارية المشار إليها سابقا. أيضا من بين الأعداء نحن وأنتم مشاهدين الكرام، ربما تستغربون كيف نكون نحن من أولئك الأعداء. من هذه التهمة التلفزيونية المباشرة ربما تستغربون، لكن دعوني أقول ماذا كان دورنا نحن كأفراد وجماعات لتعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع الإريتري. وقد يأتي هذا السؤال لزيادة استغرابكم. ربما تقولون ماذا تريدنا أن نفعل يا هذا؟ فقط أنا أتساءل كم منا هو الذي يتحدث باللغة العربية مع أبنائه أيها المشاهد الكريم، خاصة الموجودون في الخارج؟ بل كم واحد منا يدفع أبنائه إلى مراكز تعلم اللغة العربية وتطوير مهاراتها اللغوية؟ ودعوني أحكي لكم هذه القصة الحقيقية التي دارت بيني وبين أحد الإخوة قبل فترة قصيرة في مدينة ميلبورن تحديدا. الحكاية تأتي في صياغ تقديم ما يمكن تقديمه. على الرغم من أن هذه الحلقة هي حلقة تعريفية بأهداف البرنامج، ولكن ربما أشر إلى جانب منها وأنا سأتحدث بعد قليل بعد أن أحكي لكم القصة. كنت جالسا في إحدى المقاهي العامة في مدينة ميلبورن في ولاية فيكتوريا في أستراليا التي أتحدث إليكم من هذه القارة البعيدة. وما كنت أحسب يوما أنني سأطل على مشاهدي الكرام من هذه القارة، ولكن للضرورة أحكام، وسنأتي إلى شيء من ذلك وأنا أتحدث عن علاقتي باللغة وكيف ينبغي أن تكون وما إلى ذلك. فكنت جالسا ذات يوم مع واحد من أخواننا الإريتريين يتحدث اللغة العربية وعاش في بلاد عربية يمكن أكثر من نصف عمره. هو يكبرني سنا بسنوات، وربنا الحمد لله يعني رزقه بالأبناء. فنحن قاعدين ونتحدث باللغة العربية وشيء من التجرينيا وما إلى ذلك يعني. فكان معه واحد من أولاده، وأنا أحييه من هنا بس أتحفظ عن ذكر اسمه، أحييه وأحيي ابنه. فبدأ يتحدث معه باللغة الإنجليزية، والولد أحسب أنه مولود في هذا البلد، أو حتى لو ما مولود جاء صغير ويجيد الحديث باللغة الإنجليزية مثل أي طفل قدم صغيرا يعني. فقلت له يا أخي لماذا لا تتحدث معه باللغة العربية؟ فاستغرب وقال لي ولماذا أتحدث معه باللغة العربية؟ أنا فقط أحكي هذه لأدلل على أننا كم نحن مقصرون تجاه أبنائنا وتجاه هذه اللغة التي سنفتح ملفاتها كلها. ماذا فعل؟ ماذا كانت فعلة المستعمر الموجود والمستعمرون السابقون، وكيف هي تبدو فعلتنا؟ أنا أعتقد أنه نحن كلنا سواء شركاء في هذه الجريمة اللغوية. فقال لي ولماذا أقول له ولماذا أتحدث معه باللغة العربية؟ قلت له هذا واجب عليك أن تتحدث معه باللغة العربية. قال لي كيف؟ واستغرب جدا يعني، بل كاد يعني بدأ يزعل ونفسه يقوم يعني. فقلت له يا أخي هذا واجب ديني عليك أن تتحدث معه باللغة العربية. قال لي كيف؟ استغرب. قلت له طيب أنت يعني من أين هذه الفرضية ومن أين هذا الواجب وكذا؟ قال لي. قلت له طالما أنك مسلم ينبغي أن تتحدث، هذا واجب عليك أن تتحدث مع ابنك على الأقل باللغة العربية. قال لي لماذا؟ قلت له لكي تربطه باللغة، لكي يتعلم ويتفقه بها ويقرأ القرآن ويدرس العلوم الإسلامية. يعني قال لي ما يمكن يقرأها باللغة الإنجليزية يعني التي يجيدها. قلت له ما داير أخش معك في مسائل لغوية هنا، ولكن دائما المصادر
اللجوء إلى المصدر أفضل من الترجمات. وسألته بعد ذلك فقلت له: هل تعتقد أنه ابنك بماذا يقرأ القرآن الآن؟ قال لي: يقرأه من اللغة الإنجليزية. فتفتكر، قلت له: هل تعتقد أو هل تظن أنه يقرأ القرآن؟ قال لي: نعم يقرأ القرآن. قلت له: لا يقرأ القرآن. كيف؟ قال لي، واشتاط غضبا ساعة شوية يعني، سخن شوية. قلت له إنه يقرأ معاني اللغة، معاني القرآن الكريم وليس القرآن الكريم. طيب استغرب شوية، قال لي: طيب المعاني ما هي؟ قلت له: ليست المعاني واحدة. من يعرف اللغة الإنجليزية ويعرف اللغة العربية والله يتعجب من الترجمة الموجودة. هي ترجمة علمية وأمينة طبعا، لكن نقل المعنى، لأنه القرآن الكريم لا يفهم إلا باللغة التي نزل بها. فقلت له: طيب هو يقرأ معاني القرآن الكريم؟ قال لي: طيب مزبوط ماشي، هل تفتكر ده كفاية؟ قلت له. قال لي: أيوة كفاية. قلت له: ليس كفاية يعني. قال: كيف يعني؟ قلت له: هل كيف يعني أنت تعلم أنه مكانة الإسلام، مكانة الصلاة في الإسلام؟ قال لي: نعم، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، إلى آخر الأركان ومكانة الصلاة في الإسلام كما هو معروف لديك عزيز المشاهد. طيب قلت له: عندما يقف أمام ربه بماذا يقرأ؟ هل يقرأ معاني القرآن أم يقرأ القرآن الكريم؟ قال لي: يقرأ القرآن الكريم. قلت له: هنا مربط الفرس الآن، لأنه أنت إذا لم تربطه باللغة العربية أثناء الحديث وما إلى ذلك ستكون علاقته وقد يصلي بآيات معينات، المسد والفلق والناس والكوثر وما إلى ذلك، ولن يتخطى، ما بيمشي فوق يعني. فقلت له: تخيل أنه هو بيقرأ، هل تقبل قراءة معاني القرآن في الصلاة؟ قال لي: لا. بماذا يقرأ؟ باللغة العربية. قلت له: شوف أنت جيت في الكلام هسي. قلت له: حتى يعني سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لو قدم اسم الجلالة على كلمة الحمد لا بد أن يقول الحمد لله، وإذا لم يرفع المبتدأ الحمد لله بالضمة الظاهرة على آخره لا يصح أن يقول لله الحمد، ولا يصح أن يقول الشكر لله. لا بد أن يقرأها كما نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتزم بها ضبطا ولغة ونحوا وحتى قراءة. نعم هنالك قراءات كثيرة، الروايات 10 و7 كما يقال. فالقراءات يعني في وحدين كمان، يعني أنا حتحدث عن مكانة القرآن أو أهمية التفقه وتفقه في قراءة القرآن من حيث وعلاقته بهذه اللغة التي سنتحدث بها. فالرجل بدأ يتنبه قليلا قليلا، فقلت له: يا هذا لا ترتكب جريمة على ابنك، أنت تتحدث اللغة العربية. نعم. قال لي: من حقك، واجب عليك أن تتحدث مع ابنك باللغة العربية، على الأقل تربطه بها فيكون هو علاقته ما العلاقة بتاعة العناية، علاقة المعاني، ويقرأ دائما المصادر من هناك. أنا لست ضد اللغة الإنجليزية ولست ضد أي لغة غير اللغة العربية، لكننا ننظر إلى اللغة العربية من منظورين: من منظور عقدي بحت إسلامي، ومن منظور وطني، ومن منظور برضو معرفي، لأن هذه اللغة هي سيدة اللغات. اللغة العربية سيدة اللغات. يعني حنتحدث كم مفردات، كم مليون مفردات اللغة العربية، وكم ألف مفردات اللغة المسيطرة الآن، لغة العلم والعصر والسيطرة والتكنولوجيا، اللغة الإنجليزية بالملايين. فرق كبير بين الملايين والآلاف. سأتحدث عن ذلك ومكانتها، بمعنى كلمات اللغة العربية دون مترادفات، بمعنى وليس هنالك مترادفات في اللغة.
سواء كان اللغة الإنجليزية ولا اللغة العربية، وتحديدا هذه اللغة العربية ليس بها مفردات، ليس بها مترادفات. كل كلمة في هذه اللغة تعني معنى معينا ليس إلا، وده سنتحدث عنه في حلقة من الحلقات. وكثير من المناهج التربوية تخطئ وهي تعلم الناس اللغة العربية، فتقول مرادف هذه الكلمة سواء كان في الأحاديث أو في متون اللغة ذاتها، وأنت تدرس البلاغة والنحو والصرف، وتحديدا في العلوم الإسلامية. وهذا خطأ لغوي وخطأ تربوي وقع في حبائله كثير من القائمون بكتابة المناهج، والذين كانوا يكتبون المناهج هم لم يكونوا متفقهين في اللغة العربية، ولذلك ليس هنالك معنى مرادفا لأي كلمة في اللغة العربية. لذلك الحمد ليس هو الشكر، وليس هو المجد، وليس هو العظمة، وليس، وهكذا. وكل كلمة لها معنى مختلفا ومعنى محددا، سنأتي إلى ذلك. المهم دار هذا الحديث بيني وبين هذا الرجل، واقتنع هو في الأخير، قال لي كلامك فيه منطق، لا بد أنه أنا أتحدث معه باللغة العربية، وبرضو أدفع أن يتعلم اللغة العربية ويدرس ويتفقه فيها ويعرف علومها وما إلى ذلك. هذا لا يمنع أنك يدرس برضو، يقرأ في معاني القرآن ومعاني الكتب المترجمة، كما هنالك كتب مترجمة من الإنجليزية إلى العربية. ولذلك أنا دائما أتساءل مع نفسي، أقول كم نحن مذنبون تجاه أبنائنا، خاصة الذين في المهاجر. والله ناس الداخل ديل نحن نعرف مجاهداتهم تجاه هذه اللغة العربية، وسأتحدث عن ذلك، لأنه موقف اللغة العربية في وحدين لما يتحدثوا عن واقع اللغة العربية في إريتريا يشملون الداخل والخارج ويخطوه في سلة واحدة. الكلام ده غلط عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة. للداخل مجاهداته وظروفه، ويعرف هو ماذا يعمل، وحقيقة هو مستميت بهذه اللغة أكثر من الناس في الخارج. وناس الخارج أنا يعني ما دار أخذتهم في عناية، لكن كلنا ملامون، والدائرة يعني تخطنا في دائرة اتهام كل الناس الموجودين، خاصة في دول المهجر، الغرب، أمريكا، أوروبا بكل دولها، أستراليا، وحتى في بقية الدول الإفريقية. عزيز المشاهد، عشان تعرف قيمة هذه اللغة، أجلس إلى أولئك غير العرب، غير الأصول العربية، شوف الأفارقة كيف ينكبون على هذه اللغة، الأوروبيون، الأمريكان، حتى الأستراليون. يعني بأمانة أنت تشعر باعتزاز عندما تتحدث إلى رجل غير عربي ويسألك حتى في هذه البلاد التي نقيم فيها، فيقول لك شنو لغتك، لغة الأم أو لغتك الأصلية يعني. فلما تقول له اللغة العربية ينبهر، يقول لك أنت رجل غني، يعني أنت والله تعرف مكانة هذه اللغة عند غير العرب، سواء خواجات ولا غير خواجات. بينما الأمة التي تنتمي إلى هذه اللغة وإلى اللغات الفرعية منها، سواء كان الشعب الإريتري أو وتحديدا خلونا نقول الشعب الإريتري، لأنه حتى نحن حنتحدث بعدين حنتحدث إنه علاقة هذه اللغة بشعوب الحبشة عموما يعني. ولما نأتي إلى الحبشة، والله حالة الإثيوبيين مننا أفضل بكثير يعني، وتشبثهم بهذه اللغة وحماسهم لها وما إلى ذلك. سأتحدث عن شواهد وليس عن أشياء بالسماع يعني. فالمقارنة مقارنة يعني مفارقة غريبة جدا جدا. ولذلك هذه اللغة هي واحدة من اللغات العربية التي كانت في منطقة الحبشة عموما، ومنها طبعا في لغات حميرية سواء كانت التجريت والتجرينية، وبعدين تدخل فيها برضو اللغات السامية اللي هي من قبيلة واحدة اللي هي اللغات السامية، بتدخل فيها 5 لغات
من ال5 لغات بتعنينا فيها 4 لغات، اللي هي العربية والتيغرينية والتيغرايت والأمهرية والعبرية. دي قبيلة لغوية واحدة بتسمى اللغات السامية. من ال5 ديل نحن اهو الاستعمار ربطنا بحاجه اسمها اللغه الامهريه، وعندنا اللغه العربيه هي لغه اصيله، والتجريت اصيله، والتجرينيا اصيله. هذه اللغات الثلاثه هي اللغات عربيه، يعني لها ارتباط تاريخي حضاري بالجزيره العربيه. وطالما الامر هكذا، يعني لماذا يكون هناك استعداء وعداء مستميت من أناس أصولهم عربية، سواء كان في إريتريا أو في إثيوبيا، خاصة في إريتريا ذلك العداء المستميت. السيف لا زال مسلولا للقضاء على هذه اللغة العربية من الأنظمة التي مرت بإريتريا، بينما السيف الآن إلى حد ما، أنا ما أقول دخل في غمده استعداء هذه اللغة العربية في إثيوبيا تحديدا، ولكن يكاد يعود إلى غمده ذلك السيف المسلول للقضاء على اللغة العربية في إثيوبيا كمنظومة حبشية عموما، لأن هناك اهتمام رسمي وشبه رسمي، والناس يتباهون ويتفاخرون أنهم يعودون إلى جذورهم. الحالة الإريترية حالة غريبة جدا جدا، وسنأتي إلى ذلك. من هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، نحن في هذا البرنامج مع اللغة العربية الذي سيركز على آدابها، فنونها، واقعها في إريتريا، علاقتها بالشعب الإريتري، علاقتها بالمعتقدات في إريتريا سواء كان الإسلام أو المسيحية، وفي نفس الوقت علاقته بالجزيرة العربية. نحن هل ندعو إلى بدعة عندما نقول لا بد من الاهتمام باللغة العربية في إريتريا، أم المسألة هي يعني الذي ينبغي أن يكون تمت محاربته من كثير من الأنظمة بما فيها نحن المشاهدين والمتحدثين؟ من هنا هذا البرنامج سيركز على علاقتنا باللغة العربية. في الحلقة القادمة إن شاء الله أنا حأتحدث عن الجذور التاريخية والجذور والمنطلقات الحضارية والتاريخية للغة العربية في إريتريا ومنطقة الحبشة، وذلك اعتمادا على ما أدلى به بروفيسور جلال الدين محمد صالح، وأنا أحييه من هنا باسم كل المشاهدين. هذا البروف انبرى لهذه اللغة والدفاع عنها، حتى وهو يتحدث يصر على أن يتحدث بلغة عربية فصيحة سليمة المبنى والمعنى، يقعد هذه اللغة تقعيدا يعني يعتز به الإنسان عندما يستمع إليه وهو يتحدث هذه اللغة العربية، ويؤكد عروبة هذه الدولة. نحن لا ننكر على أن إريتريا دولة تقع في القارة الإفريقية، لكن لا يمكن أن تكون منبتة عن جذورها وعن تاريخها وعن حضارتها اللغوية. وكما كان يقال سابقا، السودان إفريقي الموقع عربي التطلع. إريتريا تأتي في مقدمة هذه الدول التي أن تكون إفريقية الموقع، لكن ليس تطلع فقط، ولكن ربطا بالتاريخ وربطا بالوقائع التي كانت عليها إريتريا، وللأسف الشديد أي واقع اللغة العربية في إريتريا، وكيف آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن. كثير من الناس يخطئون عندما ينظرون إلى إريتريا من هذا الواقع الغريب من الناحية اللغوية، التي أصبحت فيه اللغة العربية غريبة الوجه واليد واللسان، ونخشى ما نخشاه ألا تكون غريبة الوجدان. كثير من الناس كانوا يناقشون ونحن بالداخل ويحاججون بأن هذه اللغة لا تمت بصلة إلى هذا المجتمع وما إلى ذلك.
طبعا الواحد ما كان بيده شيء، لكن حتى الوجود، حتى العمل في الإعلام، حتى التماهي، سواء كان شعرا، فنا وموسيقى إلى غير ما تبدينا فيه بحول الله وقوته، كان من أجل تأكيد علاقتنا بهذه اللغة. أنا سأتحدث، ودائما حديثي حيكون فيه شيء من الذكريات، وشيء من الطرف الغريبة جدا جدا، وشيء من الوقائع. وسأتحدث كذلك في نهايات كل حلقة من طرائف اللغة، سواء كان من التاريخ الذي قرأناه أو مما عشناه في الواقع الإريتري. وأنا أقول كل تلك التحديات التي وتلك العدائيات التي مورست من أجل القضاء على هذه اللغة العربية تحديدا لم تفلح في القضاء عليها، لأنه لو كانت اللغة العربية دخيلة في المجتمع، والله كل الحروب التي مورست لما تحدث بها أحد. دعك أن يكتبوا بها شعرا ومسرحيات. نحن عندنا ناس شعراء يكتبوا مسرحيات شعرية بأمانة، يعني في ناس يكتبوا مسرحيات شعرية. وسنتحدث عن كيف يكتب شعراء بلغة عربية فصيحة إن لم تكن لهم جذور وبعد جغرافي وتاريخي وحضاري بهذه اللغة. وفي نفس الوقت أقول تلك الحروب التي اشتد أوارها كل يوم من أولئك الأعداء، أعداء هذه اللغة، وحاولوا يربطوها، وخاصة الشوفينيون كما يصفهم الدكتور جلال الدين محمد صالح، وأنا أحييه مرة ثانية وثالثة. أولئك الشوفينيون يعني كلما زادوا حربا على هذه اللغة كلما يعني تمسك بها الناس، وكلما حاولوا نفض الغبار عنها. ولكن هل كان بذلك المستوى؟ أنا لا أبرئ ساحة الناس، جميعا كلنا مشتركون في تراجع مكانة اللغة العربية في إريتريا. ولهذا هذا البرنامج يأتي للحديث عن أهمية الاهتمام باللغة، وكيف يمكن أن نساهم كل منا، على الأقل يبدأ من داخل بيته، يتحدث ويربط الأجيال القادمة بهذه اللغة، لأن هذه اللغة هي أسمى اللغات وأغنى اللغات وأشرف اللغات، ويكفي أنها لغة القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها هو، وأثبتتها كل العلوم وكل الوقائع وكل الدراسات، سواء كانت اللغوية أو العلمية أو الفكرية، حتى الفلسفية، أكدت على أن هذه اللغة هي لغة غنية. ولذلك كانت لغة آخر نبي للبشرية عموما، ونزل القرآن الكريم باللغة العربية. سأتوقف هنا، ولكن دعوني أحكي طرفة، وبعد هذه الطرفة أودعكم. وهي ليست طرفة لكنها تبدو غريبة شوية. في يوم من الأيام كنت أنا وواحد من أصدقائنا الموجودين في الداخل، برضو ما داير أقول اسمه، وكنا زميلين في القسم العربي في إذاعة صوت الجماهير الإريترية، وكان يوم من أيام الاحتفال بعيد الاستقلال. فكنا في الإذاعة وبث المباشر مشترك بين العربي والتجرينيا والتجريت وما إلى ذلك. فطلعنا طبعا بعد ما أنت تعمل كده تبث الفترة اللي عندك 15 دقائق، فتطلع برا عشان تشم الهواء وكده، وأسمر جوها البارد، وكان الليل، يعني الليل قد أليل ساعتها، يعني بعد الساعة 11 لحد الساعة 12 واحدة كده البث المباشر أيام الاستغلال يعني. ف بالصدفة كده قعدوا معانا برضو كبار المسؤولين في وزارة الإعلام، سأتحفظ عن اسمهم ولكن أتمنى لهم الصحة والعافية حيثما كانوا. فدار الحديث عن اللغة وما اللغة كده، ودخلنا في الممنوع يعني، وهم مسؤولين كبار وتجربة بتاعت التنظيم يعني. فتحدثنا عن اللغة العربية، جينا في اللغات ودخلنا في الشرك بتاعت اللغة العربية.
أنا وزميلي والحق يقال يعني حاولنا، طبعا نحن ما من تلك التجربة، تجربة الجبهة الشعبية مقاتلين وميدان يعني، فحاولنا أن نؤكد على أن هذه اللغة العربية هي لغة أصيلة ولغة هذا الشعب ولغة بتاع. والجماعة طبعا يستميتوا على أنه نفس الكلام اللي بيقوله الفرعون، اللي هو الذي حسم أو أعلن عداءه من سنة 70، إنه هذا المجتمع هو لابد أن يكون بتركيبة معينة، تركيبة لغوية واحدة وفكر واحد ورئيس واحد وما إلى ذلك، والواقع يؤكد ذلك من سنة 70 إلى تاريخه 70 سنة. 70 سنة حاجة غريبة يعني، أو كم 50 خلينا نقولها، ما أعرف، من 70 لحد 30 50 سنة نقولها، 50 عاما والمشروع ماشي كما هو. فهم متأثرين بتلك النظرية، إنه ما هذه اللغة ليس لها أي علاقة بالشعب الإريتري، يستميت في ذلك، ولظروف معينة، لظروف موضوعية نحن نتعامل. فبدينا نحن نسألهم ليه طيب البطاقة مكتوب فيها عربي وتقرينيا، وليه نقول كده بتاع، وليه الأقسام موجودة، طيب نحن ليه موجودين كقسم عربي مثلا مع ما قال لنا في بقية الأقسام، طيب ليه مثلا عربي وتقرينيا في الهوية في الجواز في البطاقة وكده. ورجعنا للدستور 52 والبرلمان والتصويت والشعب الإريتري بتاع والجبهة، حاولنا المهم بقدر ما عندنا من معلومات وكذا، وعلى والله لم نكن على خوف شديد شوية، لكن برضو في نفس الشيء من ذلك. فهذه الاستماتة وهم يدافعوا ويقولوا ما عندنا أي علاقة، فإذا به واحد من المسؤولين خلاص طفح به الكيل والاستماتة حقنا، والله حتى الحوار كان سخن، ما شاعرين بالبرد شديد يعني، وقاعدين نحن في الهواء ساعة واحدة 12 ونص 11 ونص 12 إلا ربع شيء من ذلك، لأنه البث كان حتى مطلع الفجر يعني. المهم في النهاية واحد منهم قال لنا يا جماعة كفاية، كفاية تخريف وكفاية هراء، شيء من ذلك يعني. وقال لنا يا أخي ده تحذير رسمي يعني، وأنا بحذركم وأنتم عارفين ليش أنا قاعد أقول الكلام ده، وممنوع الحديث بعد الآن في هذا الموضوع على الإطلاق. طبعا نحن السخانة شوية، الفوران، أنا وزميلي اللي كنا ندافع باستماتة، والله حقيقة أنا ما دايرين ندعي بطولة، لكن هذه قناعتنا كانت أنه هذا المجتمع له علاقة باللغة العربية، وهذا المجتمع حنحكي شواهد كثيرة. فقال لنا بعد الآن ما ممنوع، أنا ما داير أسمع كلام في الموضوع ده، أقفلوا الموضوع ده نهائي خلاص. طبعا دي لغة تهديد معروفة، ما وراءها إذا تماديت طبعا حتكون ما وراءها تلفيقات أي حاجة ممكن أنت تروح فيها. فسكتنا يعني. ولكن أنا أذكر ذلك المسؤول إذا كان يسمعنا الآن، أذكره يعني سكتنا في ذلك الوقت، لكن مارسناها برضو بشكل أو آخر، مشاركة هنا وهناك وما إلى ذلك. كتار من الناس والله داخل البلد الموجودين شغالين في الأقسام ولا في غيرها ولا في مجالات أخرى وبتاع، يؤكدون شيئا من ذلك حقيقة، ولكنهم لا يستطيعون أن يتحدثوا. فإذا سكتنا في ذلك اليوم، ها نحن نتحدث عن مكانة، ولسنا أول المتحدثين، ولكننا فقط نذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حتى ولو المؤمنين بالشعب، المؤمنين بقضايا الوطن، المؤمنين بالعدالة، المؤمنين بحقائق الأمور يعني، وليس تزوير وتلفيق من هنا وهناك. من هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا سعيد غاية السعادة أن أبدأ هذا البرنامج مع اللغة العربية لتصحيح أشياء وأشياء، ولتنبيه الناس من ضرورة التمسك باللغة العربية. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. أكتفي بهذا القدر، ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج
مع اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.